الثقة بالنفس مش حاجة بنتولد بيها، هي حاجة محتاجة تعلم وممارسة وبنكتسبها بمرور الوقت والمواقف اللي بنعدي بيها. هشارككم شوية نصايح وحاجات لو عملناها هتفرق جدا في تقديرنا لنفسنا وثقتنا بنفسنا، وهتحسن حياتنا أكتر بكتير. الفيديو ده مش هتكلم عن كلامنا قدام الناس ووقفتنا، لكن هتكلم عن الثقة ازاي تكون طالعة من جوانا. أول حاجة هنبدأ بيها هي إننا نعرف نفسنا، نعرف ليه مش واثقين في نفسنا، ايه هي الحكاية اللي بنقولها في بالنا بنعتقد بيها إننا مش ما نستحقش أو إننا مش كفاية. هسأل نفسي أنا ليه ما استاهلش النجاح ده أو الحاجة اللي أنا عايزة أوصلها، ومع كل إجابة هسأل نفسي ليه تاني عشان أوصل لأصل اعتقادي ده. محتاجين نعرف أصل معتقداتنا، زي مثلا حد مش واثق في نفسه فمش عايز ينزل الشارع. طب ليه أنا ما عنديش ثقة بنفسي؟ عشان أنا شايف إن جسمي وحش. طب ليه أنا شايف إن أنا جسمي وحش؟ عشان في مرة حد قال لي ان انا شكلي مش حلو او ان اللبس ده مش لايق عليا. اغلب الوقت بتكون معتقداتنا من كلام حد لينا من واحنا صغيرين او موقف حصل لنا زمان، وبنفضل مصدقين فيها سواء كان الكلام ده حقيقي او مجرد رأي حد. وعشان كده مهم جدا يكون عندنا ادراك عشان نعرف ايه الحاجات اللي مخلينا فاكرين اننا منستحقش ومسببه لنا قلة ثقة بالنفس، عشان نقدر نشيل الافكار دي من دماغنا. طبعا الكلام ده بيكون بالتجربة والمحاولة مرة مع مرة، مش أول ما أقول أنا هيبقى عندي ثقة بنفسي وأشيل الأفكار الوحشة من دماغي ومش ههتم برأي حد هيحصل. لأ، لازم أتعرض للموقف وأعمل تطور بسيط، ومرة مع مرة هوصل للحاجة اللي أنا عايزها. الحاجة التانية اللي محتاجين نعرفها عن نفسنا هي الحاجات اللي بنحبها وبتفرحنا، والحاجات اللي بتضايقنا. محتاجين نعمل أكتر من الحاجات اللي بنحبها، لأن ثقتنا الداخلية هي اللي هتبني ثقتنا الخارجية. أنا متكلمة أكتر في الموضوع ده في فيديو قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. تاني نقطة هي احمي نفسك وأفكارك. حاجات كتير بتحصل لنا بتأثر على ثقتنا بنفسنا وبتضايقنا وتحسسنا اننا مش كفاية، وللأسف احنا بنتعرض للحاجات دي طول اليوم. يعني مثلا أول ما بنصحى من النوم نمسك الموبايل نبدأ نقلب في السوشيال ميديا، ونبدأ نفكر بقى اللي هو يا أنا ليه مش حلوة كده، يا أنا ليه جسمي مش مظبوط كده. وأحيانا مثلا نكون عاملين فولو لناس علشان يدونا انسبيريشن أو يشجعونا، ونبدأ بعد فترة نحس بالذنب إننا مش قادرين نوصل للحاجة دي أو إننا معندناش الحاجة دي، ونبدأ نقارن نفسنا. حاجة كمان غير كده هو الاشخاص اللي بنقابلهم. يعني في ناس بعد ما نخرج معاهم او نقعد معاهم بنحس اننا مش مبسوطين، سواء بقى عشان الناس دي بنبذل مجهود واحنا قاعدين معاها، او طريقتهم في الكلام معانا مش احسن حاجة، او حتى مش مرتاحين معاهم. نصيحتي هنا اننا نبعد عن اي حاجه توكسيك واي حاجه بتضايقنا في حياتنا. لو على السوشيال ميديا اعملوا انفولو للبيجز اللي ممكن تحبطكم وتقلل ثقتكم من نفسكم. اعملوا انفريند للناس اللي بتحسسكم انكم ما تستحقوش وانكم مش كفايه. امشوا بمبدأ ان كل حاجه في حياتكم تكون بتفرحكم، سواء لما تعملوها او لما تشوفوها. اي حاجه بتضايقنا او بتقلل من تقديرنا لنفسنا نبعد عنها خالص. انا عارفه ان الموضوع ده مش اسهل حاجه اننا نبعد عن الناس اللي احنا عارفينهم، لكن حاولوا تتعرفوا على ناس جداد شبهكم وبيدعموكم وبيقدروا وجودكم. تالت نصيحة حابة اقولها لكم هي ركزوا مع الطريقة اللي بتتكلموا بيها مع نفسكم. ولو هتاخدوا نصيحة واحدة بس من الفيديو ده فخدوا دي، لانها بجد هتفرق جدا في ثقتكم بنفسكم وتحقيقكم لاهدافكم، وانكم تقدروا تعملوا اي حاجة انتوا عايزينها. احنا اغلب الوقت بنكون بنتكلم مع نفسنا وبنديها اشارات ومعتقدات بنبني عليها حياتنا بعدين. افكارنا وكلامنا مع نفسنا هو السقف اللي بنحطه اللي على اساسه بصدق انا هقدر اوصل للحاجة اللي انا عايزاها او لا. في مقولة بتقول believe you can and you're halfway there، بمعنى ان انا بمجرد ما اصدق ان انا هقدر يعني انا عديت نص طريق، وانا اصلا بصدق في الافكار اللي انا بقولها لنفسي. للاسف الطريقه اللي بنتكلم بيها مع نفسنا احيانا بتكون سلبيه جدا، لدرجه ان احنا لو اتكلمنا بالطريقه دي مع حد نعرفه هيقطع علاقته بينا اساسا. شوفوا كده لما بنتكلم مع حد غالي علينا قوي وبنحبه بنتكلم معاه ازاي بنشجعه وبنؤمن بيه وبنهون عليه. عايزاكم بقى تحاولوا تتكلموا مع نفسكم بنفس الطريقه دي، وده هينقلنا للنقطه اللي بعد كده وهي اننا نحب نفسنا. ودي حاجة مهمة جدا عشان ثقتنا بنفسنا تزيد. محتاجين نتعلم نحب نفسنا ونسامحها، محتاجين نقبل نفسنا بكل حاجة فيها حتى لو مش عاجبانا. لازم نعرف ان مفيش حد بيرفكت ونتخلى عن المثالية، ونعرف ان احنا بنكبر ونتطور واحدة بواحدة. مش هفكر مثلا ان انا لو بدأت حاجة النهاردة لازم ابقى بيرفكت فيها بكرة. لازم نصبر على نفسنا ونراعيها وما نضغطش عليها على قد ما نقدر. الدنيا فيها ضغوطات بما فيه الكفاية، ما ينفعش نبقى احنا كمان بنضغط على نفسنا. ساعات كتير بنفكر اننا مش كويسين كفاية او اننا نستاهلش ان اللي حوالينا يحبونا زي ما احنا، لكن للاسف الحاجة دي مش مظبوطة. الحب اللي بنقدمه لنفسنا المفروض يكون حب غير مشروط. لو مثلا عندنا طفل بنحبه زي ما هو، مش لازم يكون كامل عشان نحبه ونكافئه، لكن بنحبه بكل حاجة فيه. ودي الطريقة اللي المفروض نكون بنتعامل بيها مع نفسنا. وعشان كده محتاجين نقدر نفسنا ومجهودنا والتطور اللي احنا بنعمله حتى لو كان صغير. لو مثلا احنا كل يوم بنجيب حاجات مش صحية وبناكلها، لو عدى حتى يوم واحد كسرنا العادة دي لازم نكون فخورين بنفسنا. لو مثلا انا مش بلعب رياضة خالص وفي يوم لعبت فيه 5 دقايق، محتاجة اكون فخور بنفسي. المفروض دي حاجة ممكن تكون قليلة عند غيري، لكن عندي دي حاجة تطور، فلازم اكون مبسوط بيه ومقارنش نفسي بغيري.
لان كل حد عنده رحلة النمو الخاصة بيه مختلفة عن غيره. مهم جدا اننا منقارنش نفسنا بغيرنا، مهم جدا نكون عارفين ان كل حد عنده رحلة النمو الخاصة بيه واللي هتفرق جدا عن غيره. هنقبل نفسنا ونحبها زي ما هي عشان نقدر نوصل لأحسن نسخة ممكن نكون عليها، من غير ما نقارن نفسنا بحد ومن غير ما نكون عايزين نبقى زي حد. النقطة الجاية هكلمكم عن ازاي نكون احسن نسخة من نفسنا ونكون واثقين من نفسنا. شخصيتنا او الشخص اللي عايزين نكونه حاجة احنا اللي بنقررها، احنا اللي بنقرر عايزين نكون واثقين من نفسنا ولا لا. احنا اللي هنغير حاجة فينا ما بنحبش نعملها. يعني مثلا عايزين نكون مش عصبيين قوي، نكون اهدى شوية. عشان نتغير محتاجين نفكر كل الوقت الشخص اللي عايزين نكونه ده بيفكر ازاي، بيتصرف ازاي، ايه هي معتقداته. نبدأ نتصرف على الاساس ده ونعمل زي ما الشخصية دي هتعمل في حياتها ونعيش زيها. لو احنا عايزين نكون واثقين من نفسنا، اي موقف هتعرض له هبدأ افكر الشخص الواثق من نفسه كان هيتصرف في الموقف ده ازاي، وابدأ اتصرف في التصرف ده علشان نثبت لنفسنا اننا نقدر نكون كده. واي خطوة هناخدها زي الشخصية اللي عايزين نوصل لها هيكون بيقربنا اكتر ليها. في الاخر حابة اقول لكم ان الثقة بالنفس ملهاش علاقة بشكلنا. في ناس جميلة جدا لكن ما عندهاش ثقة بالنفس. تقديرنا لنفسنا وثقتنا فيها لازم تكون حاجة جاية من جوانا ونشتغل عليها كل يوم، ونحمي نفسنا من اي حاجة ممكن تأثر علينا وتقلل من ثقتنا في نفسنا. لان كل حد فينا ربنا مميزه بحاجات مختلفة عن غيره. بس كده، اتمنى الفيديو يكون فاتكم. لو تعرفوا اي حد ممكن يفيدهم الفيديو ما تنسوش تبعتوهوله. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.